اشهر وممكن يكون افضل مسلسل اليومين دول مسلسل اسمه مراهق العائله. لا هو مش مسلسل مصري ولا عربي، ومسلسل امريكي على منصه نتفليكس اسمه ادوليسنس. الكلام في كل التايملاينات في كل السوشيال ميديا مليان كلام على المسلسل ده، ومتصدر مشاهدات في جميع انحاء العالم تقريبا، وحقق 65 مليون مشاهده كاول اسبوعين فقط. فقلنا ده مسلسل يستاهل نتفرج عليه. انا ما كنتش عاوز اتفرج عليه عشان بيتناول جرائم الاطفال وكده، الموضوع حساس شويه، بس لما شفت زي ما كنت صحيت. لا وبخلاف القصه والقضيه اللي بيتناولها المسلسل، المخرج صور المسلسل يعني بطريقه خرافيه. هو واخد شوت واحد للحلقه كلها من غير قص ولزق ومونتاج والكلام ده، لا مره واحده وبتتفرج. فده بيعيشك في الجو اكتر. وعمق فكره المسلسل عامه بيعتمد على الاستفزاز، بس استفزاز ذكي للمشاهد. والمسلسل ده لو انت اب او ام وعندك اطفال بيخليك تفوق او تفكر على الاقل، وتعرف ان في فرق شاسع، فرق كبير ما بين الجيل بتاعنا وجيل ولادنا، وان في فرق كبير في العقليه، وان احنا يعني نكاد نكون ما بنفهمش في المشاكل والقضايا بتاعتهم. والجانر بتاع المسلسل معمول بطريقه الديتكتيف، وشبيه جدا بكتاب الجريمة والعقاب للكاتب الكبير دوستويفسكي بلدياتي. ليه؟ لأن احنا من البداية خالص بنكون عارفين القاتل، بس طول المسلسل احنا بنشاهد أحداث تفسر لنا هو عمل كده ليه وإيه الدوافع بتاعته. الحاجة الرئيسية بقى اللي المخرج بيستفزنا بيها وبيطلع مشاعرنا كلها وبيخلينا نتفاعل مع المسلسل ده، ان احنا متعودين ان المراهقين اللي بيرتكبوا جرائم واللي بيرتكبوا اعمال عنف عامه بيبقوا طالعين من بيوت مجرمين ومن بيئه رديئه، قتالين قتله. انما في المسلسل ده البطل بتاعه مؤدب جدا ومحترم جدا، وبيحب الرسم وبيحب التاريخ، وابوه وامه كويسين معاه. ابوه عمره ما ضربه، ابوه كان عنده تجربه سيئه مع والده كان بيضربه، فما كانش عاوز يكرر التجربه دي مع ابنه. فده بالنسبه لاي اب وبالنسبه لاي ام يخليه يفوق من ميه البطيخ اللي هو عايش فيها، مفكر ان الدنيا تمام ومأمن نفسه وهو مش عرضه للكلام ده. لا وكمان المسلسل تناول فكره تاثير السوشيال ميديا والانترنت عامه على المراهقين، وازاي ان هي بتغذي الميول والافكار السلبيه عند الاطفال، وان الاب والام مهما عملوا مش هيقدروا يمنعوه. وهنا بقى حابب انتهز الفرصه واشارك معاك انطباعي او الحكمه اللي انا طلعت بيها من المسلسل، هو انك ممكن تاخد بالك وتراعي ابنك بيعمل ايه ومع مين، لكن اهم حاجه في معاملتك مع اطفالك انك تاسس الثقه في العلاقه، بحيث يكون الطفل يكون عارف انه هيتفهم وهيتسند لما يلجأ لك، ما يبقاش عرضة للحكم واللوم. ما تجيش بقى تقول له طب ما ضربتوش ليه؟ ده انت حمار، كان المفروض تطلع عيله ولا تكسر راسه، ولا تيجي تقول له يا عم انا مش فاضي لك للكلام ده دلوقتي، شغل العيال، يا عم كبر دماغك. لا ما ينفعش.